مأثر فيا قوي فقاعد بترحم عليه. سلام. انا مين؟ واحد زعلانة منه. ايه ده؟ زعلانه مني انا؟ ليه؟ ممكن أسألك سؤال؟ يا حبيبتي انت تساليني مليون سؤال. دي معجبة اللي خدت الموبايل بعيد عشان تكلمها براحتك؟ لو عايزه تعرفي يعني مين اللي كانت بتكلمني، ده واحد صاحبي بس عنده قلق فظيع وعنده مشكله مش قادر ينساها. يعني مش مش ايه؟ مش ايه؟ مش ايه؟ حبيبتي ازيك؟ وحشتيني قوي قوي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عاملة ايه؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ زي ما انت شايفه يا دكتوره، ودوني اسكندريه عند خالتي علشان يداروا العار والفضيحه. انتي ما انتيش فضيحة، ما تقوليش على نفسك كده. اقعدي لحد بكرة هنا عندي واستريحي وبعدين روحي بلغي. صدقيني قبضوا على واحد من المجرمين، خلاص قربنا ناخد طارنا. بس انا مش هبلغ. ايه؟ انا جايه لك عشان احل الوعد اللي بيني وبينك. واللي اتعمل فينا هتسيبي حقنا؟ هتخلي كلام الناس يأثر فيكي؟ اسمعيني للاخر من فضلك يا دكتوره. احنا ولاد المجتمع اللي اتولدنا واتربينا فيه. مهما حاولنا نقاوم ونتمرد ونقول لا. انا صحيح دكتوره ومن حقي وبحلم كل الكلام الحلو اللي قريناه في الكتب وحلمنا بيه، لكن لما برجع وببص على الواقع بلاقي حاجه تانية. لا 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 لا، ما تقوليش كده. أنا اكتشفت حاجات كتير قوي الفترة اللي فاتت دي. اكتشفت إن أحلامنا كلها سراب، وإن حريتنا دي قشور، وإن إحنا بنخاف، لسه بنخاف من الناس. وعشان نغير كل الأفكار دي لازم نعيش 100 سنة على عمرنا. يعني معقولة تتغيري بالشكل ده؟ معقولة حنان اللي كانت مليانة أمل تبقى مليانة يأس بالطريقة دي؟ أنا حياتي اتدمرت يا دكتورة. أنا حاسة إن أنا عجزت 100 سنة على عمري. أنا لأول مرة في حياتي ندمان إن أنا اتولدت بنت، على الرغم إن أنا كنت فخورة، بس أنا دلوقتي حاسة إني غبية. ايه يا بيبي؟ 3 ايام بتصل بيك وما تردش عليا وسايبني دماغي تودي وتجيب. معلش، اليومين اللي فاتوا دول كان عندي شوية مشاكل، مزاجي مش حلو. مزاجك مش حلو ولا جو جديد يا كازانوف؟ ويا دلال اعملي معروف، مش قابلة معايا هزار. طب خلاص بلاش هزار. ممكن اسألك سؤال؟ اسألي. هو مش مفروض زي ما انت مفهمني ان احنا متجوزين؟ عايزة توصلي لإيه؟ فيها ايه لما تروح تقابل بابا وتطلبني منه ونتجوز بجد؟ هو يا بنت الناس مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلت لك انا راجل متجوز واستحالة اهد بيتي تحت اي ظرف من الظروف؟ ما هو مش معقول نفضل كده، وخصوصا اني شاكه في حكايه جوازنا العرفي دي ان هي حرام. بقول لك يا دلال، لو اتكلمتي في الموضوع ده تاني يبقى كل واحد فينا يروح لحاله من اللحظات دي. يا خير انا مش قصدي، انا بس عايزه اكون مطمنه. وانت ايه بقى ان شاء الله اللي مخليكي مش مطمنه؟ قصرت معاكي في حاجه من ساعه ما عرفتك؟ طلبتي حاجه واتاخرت عليكي؟ قلتي عايزه عربيه جبت لك عربيه، في ايه؟ اعمل ايه تاني؟ يا خير العربيه زنطوطه وانا عايزه واحده كبيره. حاضر، اجيب لك عربيه بس اصبري عليا شويه. طب وشفت طقم دهب لابسه واحده صاحبتي هتجنن ويبقى عندي واحد زيه. حاضر يا ستي، اما اروق هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طب لو قلت لك ان الفلوس اللي انت سبتها لي اخر مره خلصت هتقول ايه؟ اقول لك خد يا ستي، ادي 2000 جنيه، اصرفي منهم لغايه ما يخلصوا وبيقولي لي كالعاده. نفسك تاكل ايه بقى؟ دلال انا هقوم امشي. انا تمشي؟ تمشي ايه؟ خيري ايه يا حبيبي؟ طب هستناك بكره. بكره عندي شغل كتير مش هقدر اجي. طب خلي بالك وانت مروح، اول ما توصل البيت طمني عليك. حاضر ما تقلقيش. اوكي يا بيبي. تصبح على خير. وانت
فندم احنا مغطيين على خبر ان احنا قبضنا على سيد شكمان، وكمان مغطيين على خبر انه تعرض لمحاولة قتله، وكل التحريات بتتم بمنتهى الدقة والسرية زي ما حضرتك أمرت. وبالنسبة لنتيجة التحريات عن ابن الوزير شكري جلال؟ والله مش مريحة يا فندم، وأكيد هيبقى له دور في الحادثة. تديني خبر قبل اتخاذ أي إجراء، وتكون عندي نتائج التحريات هنا على مكتبي بمنتهى الدقة. محمود، شكري جلال ده مش وزير هين، ده مرشح وبقوة إنه يكون رئيس الوزراء القادم. طبعا مفهوم يا فندم. والغفير بتاع المزرعة ليلة وقوع الحادثة هو لسه مختفي، ولغاية دلوقتي لا قادرين نوصل لاسمه بالكامل ولا المكان اللي هو فيه. عموما بالعثور على سيد شكمان هتتضح أمور كتيرة جدا. والله يا فندم ده لو ما تعبناش معاه وفضل مصمم على إنكاره. خلوا ابن الوزير شكري جلال على طول تحت عينيكم، وربنا يكون في عونكم. أنا متأكد إنك أنت قربت توصل لحل القضية والجنات 3 اللي منهم سيد شكمان. يا فندم ربنا يوفقنا كلنا اللي فيه الخير. عن إذنك يا فندم. اتفضلي يا هانم وشوفي صورة امك اللي في الجورنال. انا عايز اعرف بقى ايه اللي عملته النهارده ده يا عبد العظيم؟ عملت ايه بس يا حاجه؟ قال يعني مش عارف. طب انا قايله لك من امبارح، قايله لك ان انا عازمه اختي وبنتها على الغدا النهارده، تقوم تاخد مصطفى معاك وتخرجوا من الصبح وما ترجعوش الا بعد اختي وبنتها ما يمشوا. ما انا قلت لك كنا فين يا حاجه؟ ما كانلوش لازمه تاخد مصطفى معاك، اخوك تعبان ونقلوه المستشفى زي ما انت قلت، ومحدش يقدر يمنعك انك تروح له. كان قصدك ايه بقى؟ قصدك يعني ان اختي وبنتها يجوا ما يلاقيهوش؟ عايز تبوظ الجوازه؟ عايز تبوظ الخطه اللي انا رسمها في دماغي؟ مش وقته يا حاجه. لا ده وقت ونص يا عبد العظيم. ما انا مش هيهدالي بالي لما افرس ام قويق والمسغوده في قلبها بنتها، واعرفهم بقى ان ابني اخد اللي تستاهله بصحيح. قلت لك مش وقته الكلام في المواضيع دي يا ام مصطفى. طب بقول لك ايه، قوم بقى بص على ابنك وشوف احواله، ده شايل هم الدنيا على دماغه وكمان ما هواش راضي ياكل. لا ابعد عنه وسيبيه في حاله الايام دي. ايه يا عبد العظيم، هو جرى ايه؟ ما تكونش فاكرني مرات ابوه ولا حاجه، ده انا امه. عارف يعني ايه امه؟ يعني ادرى الناس بمصلحته. يوه انا سايب لك القعده وقايم. يا سلام، هو في ايه يا ناس؟ تمام يا فندم. لحظة. شكرا. تهديد بالقتل وشروع بالهرب، جريمتين مش هينين يا ابو السيد. ايه الاخبار بقى؟ ابوس ايدك يا باشا، ابوس ايدك يا باشا، خليهم يديني حقنة بنج يا باشا. قوي والنبي يا باشا. نتكلم الاول وبعد كده هنريحك اخر راحه. لميس لميس. الو. ايوه يا خير، انتحرت؟